قبل ما نتكلم في المباريات والاجوان والاحداث، عندنا حالا جالنا رد رابطه الانديه على مطالب نادي الزمالك الاربعه. الاربع طلبات اللي طلبهم نادي الزمالك، الرابطه قالت بالنسبه لمشكله الحكام هي تابعه لجنه الحكام في اتحاد الكره وليست من اختصاص رابطه الانديه، يعني ده مش بتاعنا. نمره 2، عدم خوض مباريات الدور الثاني لحين استكمال الدور الاول، قال لك صعب، بل صعب جدا في ظل ضيق الوقت وضغط المباريات، خاصه ان الاهلي لعب مباراتين اقل من الزمالك رغم مشاركته في بطولات اكتر، وهي الدوري الافريقي والسوبر الافريقي وكاس العالم للانديه. يعني ده كمان مش هيتنفذ. انا بقرا لكم الرد وبترجمه لكم لان ده مهم جدا. الثالث، المؤجلات، قال لك سيتم اعلان جدول المؤجلات خلال الساعات المقبله بترتيب الجولات، وسيكون هناك حرص على اقامه المباريات في نفس التوقيت لتحقيق مبدا تكافؤ الفرص. يعني ده في ايديهم. فالناس قال لك طبعا ده حق مشروع وهنعلنه خلال الساعات المقبله. يعني ممكن قبل ما يطلع علينا النهار او بكره بكتيره هيبقى الجدول ده موجود. النقطه الرابعه وهي النقطه الاهم من وجهه نظري في الرد، عدم خوض الزمالك للقمه. قال لك هذا قرار يخص مجلس اداره النادي وهو سيد قراره، والرابطه مالهاش علاقه بالموضوع. انا على فكره بحب الردود الواضحه، حضرتك موافق عليها او رافضها انت حر، بس انا بحب الردود القويه والواضحه. فدي ردود قويه وواضحه وضحت الموقف بتاع الرابطه. طيب اتحاد الكوره بالنسبه للحكام رد هو الاخر امبارح انه عين البنا وعين الغندور مش موقوفين. فده كان الرد، لان الزمالك كان طالب التحقيق معاهم هما الاثنين وايقافهم ومنعهم من اللعب. فاتحاد الكوره امبارح قال لك لا هم لا موقوفين ولا ممنوعين، والدليل ان هم لعبوا امبارح. طيب احنا رايحين فين في ماتش الاهلي والزمالك؟ احنا رايحين فين؟ انا راهنك انه اصحاب القرار كل نفسهم هم عارفين هم رايحين فين. لانه الحاجات دي دايما بتبقى ايه؟ عايمه. لانه الماتش الثلاث، فانت قدامك سبت وحد واثنين. ايه اللي هيحصل في الثلاث ايام دول؟ بس النقطه الاخيره في رد رابطه الانديه قال لك ده قرارك ولك مطلق الحريه. انا بتعجبني الردود القاطعه، الحاجات دي انا بحترمها جدا. ف هيحصل ايه؟ بس انا بسأل سؤال. يلا بقى زعل بزعل، هو اللي حصل كان يستدعي ده كله؟ يعني القصه بتاعت الزمالك والمصري كانت تستدعي ده كله؟ كرة دخلت او ما دخلتش كانت تستدعي كل الهيصه والدوشه اللي احنا فيها دي والدربكه اللي جايه في التوقيت الصعب الحرج ده؟ السؤال الثاني، هل من الممكن انه اي حد عاقل متخيل ان بطولة الدوري لن تكتمل؟ نفتح بقى، ما لازم نتكلم. يعني اي نادي، الاهلي، الزمالك، اي نادي عمل القصة دي، هل انت حضرتك متخيل انه اطلع اقول لك لا خلاص الدوري خلاص، بقول لك ايه بلاش دوشة، الغي الدوري العام؟ زمان وليالي زمان ده كان ممكن يحصل، ما كانتش كرة القدم صناعة. لكن دلوقتي اصبحت صناعة واستثمار وشغلانه وشركات ومعلنين ومدربين ورعاه وشغلانه. فاي حد في دماغه انه الدوري يتلغي عشان المنتخب الوطني، لا. ايه اللي جاب ده؟ بس انا بكمل لك بس. اي حد في دماغه ان الدوري يتلغي عشان سين زعلان صاد زعلان مين، لا مفيش حاجه من دي خالص. هذا الامر لن يحدث يعني. السلام عليكم. انا عايز اخد من النقطه الاخيره اللي قالها احمد شوبير واقول نقطتين مهمين جدا بعد اذنكم. هو ليه فريق الكره في نادي الزمالك بيتدرب كل يوم باستعداد جيد وبشكل خططي كامل،
رغم ان مجلس الاداره بيطلع يصيح كل يوم ويقول لك احنا مش هنلعب مباراه القمه. مباراه الاهلي اللي هي مش مباراه قمه خالص، مباراه القمه دي لما يكون الاهلي بيلاعب الفريق صاحب المركز الاول او المنافس، لكن دي مش مباراه قمه، دي مباراه فريق في المركز التاسع او العاشر مع فريق بينافس، يبقى مش مباراه قمه. مباراه الاهلي والزمالك مباراه عاديه جدا جدا، اسهل من المباراه الداخليه اللي احنا فزناها بصعوبه. الفريق في المباراه الداخليه ما كانش في حالته. السؤال اللي بساله، ليه الفريق الزمالك بيتدرب بكل قوه استعدادا للمباراه رغم ان هو بيصيحه وبيقول لك مش هنلعب؟ طالما انت مش هتلعب يوم 25 يعني عندك فرصه. ليه اللعيبه ما خدتش ولا يوم اجازه؟ ليه التدريب كل يوم باستمرار؟ ليه بتصيحوا وتقولوا مش لاعبين لما انتوا كل يوم بتتدربوا باستمرار؟ دي نقطه. النقطه الثانيه، من ساعه ما شركه تذكرتي اتاحت شيء اطراء التذاكر المباراه على الانترنت، ليه جماهير الزمالك بتشتري اسهمها من المباراه بشكل جيد جدا جدا، رغم انهم بيصيحوا في الماتش اللي فات يقول لك حي يوم الثلاثاء انا مش جاي. مش جاي مين يا حمار انت وهو؟ انتوا بمزاجكم مش عايزين تيجوا ما تجوش. انا قلت من قبل كده اكتر من مره، والله الزمالك لو رجاله ما يجوش. الاهلي اول حاجه هيريح يوم ال 25 من مباراه يعني ضغوط قليله، يعني راحه من المباراه، يعني 3 نقط مضمونين محطوطين في جيبك تكمل مسيرتك بقى للمنافسه على الدوري. لو رجاله ما تجوش. وكمان الزمالك هيستفيد ايه؟ هياخد كاس الكرامه للمره الثانيه. الله يرحمك يا مرتضى منصور، كان عنده حق. هياخدوا كاس الكرامه للمره الثانيه، وبعد كده كمان مره انسحاب ويحتفظوا بكاس الكرامه للمره الثالثه. ده لعب عيال. الزمالك عشان شايف ان في بعض المسؤولين بيساندوه فعشان كده بيتكلم بالطريقه دي. لكن انا كنت فاكر ان مجلس لبيب ده يختلف عن مرتضى من اول ما شفت احمد سليمان وحركاته في كاس الكونفدراليه، وبعد تصريحاته اللي بيقولها مع مهيب عبد الهادي، وشفت المتحدث الرسمي باسم الزمالك، عرفت ان مجلس مرتضى كان اكثر احتراما من مجلس لبيب. مجلس مرتضى ديكتاتوري، كان بيضحكنا، لكن كان قرار واحد. ما كانش بالعبط اللي احنا بنشوفه ده. وكأن مجالس ادارات نادي الزمالك كلها انكتب عليها ان هي تجمع شخصيات ما عندهاش احساس بالمسؤوليه. الغريبه بقى مش في مجلس الزمالك، الغريبه في الجمهور الزملكاوي، لا زال بيتعاطى ادمان البليله بشكل قوي جدا جدا. لا يزال الضحك على جمهور الزمالك وسيله مثاليه للبقاء في مجلس اداره نادي الزمالك. فين جمهور نادي الزمالك من اللي بيحصل ده؟ هل ما حدث في مباراة المصري يستدعي كل هذه الضجة؟ حتى يا اخي لو اتلغى لك جول، حتى لو اتلغى لك، ما اتلغلكش حاجة، كل مباراة بتحسب لك ضربة جزاء مجانية، حتى لو الهدف اللي هو اختلاف على عدى المرمى او ما عداش، مش قضية ان انت توقف المباريات. طب انت ما انت لاعب من الدور الثاني 3 ماتشات لحد دلوقتي، ليه ما وقفتش؟ واشمعنى لعبت فاركو وقلت لا؟ طب ليه قلت من بعد فاركو؟ طب ليه ما قلتش مش هلعب خلاص بعد المصري، لا فاركو ولا غير فاركو؟ اشمعنى قلت من بعد المباراه اللي بعد الاهلي؟ واشمعنى بتحط الاهلي في جمله مفيده تقول لما الاهلي يلعب؟ طب ليه مثلا المقاولين قال لك انا مش هلعب الا لما الزمالك يلعب ماتشاته من الدور الاول؟ ليه مثلا فاركو اللي انت لعبته ما قالكش انا مش هلعب الزمالك الا لما يلعب من الدور الاول؟ ليه المصري ما قالش كده؟ ليه بقيه الفرق ما تقولش الكلام ده؟ اشمعنى انت اللي طالع وبتنط عشان تقول الاهلي يلعب الفرق الثانيه؟ طب ما الاهلي بيلعب الفرق الثانيه بالدور، لما بيجي كل دور بيلعبوا، والجدول مش حاطه الاهلي. وبعدين تقول انا عايز جدول مؤجلات. الجدول المؤجلات عندك من الدور الاول من شهر فبراير، عندك جدول المؤجلات. اشمعنى دلوقتي نطيت زي الدمل وعايز تلغي جدول الدوري؟ احمد سليمان يطلع مع مهيب يقول لك عايزين نلغي الدوري. المتحدث بتاع نادي الزمالك ده مش عارف اسمه ايه، المهم احمد سالم ده يطلع يقول لك ايه، في ضغوطات وعايزين نأجل عشان المنتخب. المنتخب ايه؟ المنتخب ما عندوش ماتشات الا في شهر 3 اللي جاي في السنه الجايه، شهر 3 السنه الجايه لسه، عشان تقول له تأجل عشان المنتخب ايه؟ انتوا عايزين تبوظوا الدوري ليه؟ دلوقتي الدوري ده في شركات اعلانيه وفي حقوق رعايه وفي بث وفي مصاريف بتنصرف وفي مرتبات لاعبين والكلام ده كله. هتلغي الدوري
هتدفع المصاريف دي كلها منين؟ مين هيشيل التكاليف الليله دي كلها؟ فده كلام ناس ما عندهاش احساس بالمسؤوليه ولا تقدير لحجم المسؤوليه. كل ده هاجس في الاخر.